سفرتنا شرقي بس الأكلة النهاردة غربية. الكوردون بلو أكلة سويسرية الأصل، أكلة ملوكي بناكلها في أفخم المطاعم، بيحبها الصغير والكبير. طبعا سعرها في المطعم عالي جدا عشان مكوناتها. النهاردة هنتعلم مع بعض نعملها ازاي ونوفر نص الثمن، وطعمها أجمل من المطعم بكتير وهتعجبك جدا. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ اول حاجة نبدأ بسم الله والصلاة على رسول الله. معايا 2 كيلو صدور فراخ متقطعة شرايح فيليه رفيعة. انا بطلبها شرايح مخصوصة للكوردون، بس انت ممكن لو عندك صدور فراخ بتقطعيها شرايح رفيعة برضو بتجهزيها للكوردون، سهلة. اول حاجة بعملها ان انا بدقها بالمدق عشان انا عايزاها مفيهاش سمك خالص، يعني مش عايزة حاجة فيها سميكة لانها تتلف، فمفروض انها تبقى شرايح رقيقة. طبعا الدق بيسهل السوا ويسهل انها تتشرب التتبيله. اهم حاجه تاخدي بالك منها ان انت ما تقطعهاش وانت بتدقيها. خلص دق الكميه كلها وابتدي بعد كده اتبلها. طبعا التتبيله دي اختياريه ليكي انت، بالنسبه لك التوابل اللي انت تحبي تحطيها، بس انا عشان مش عايزه حاجه تغطي على طعم الجبنه، التتبيله بتاعتي عباره عن ملح وفلفل بس. عايزه طعم الجبنه واضح وصريح ومش عايزه حاجه تغطي على طعمها. رشيت الطبق ملح وفلفل في الاول، وبعد كده بنزل بطبقات الفراخ، كل طبقه ارش عليها ملح وفلفل لغايه اما اخلص الكميه كلها. ممكن كمان نستخدم الفراخ المفرومه لعمل الكوردون. لو انت عندك عزومه وعايزه قطع الكوردون اكتر، تحاولي تخلي قطع الفراخ صغيره عشان تكفي العدد اللي عندك. بعد كده نجهز مكونات الكوردون. معايا نص كيلو بقسماط ناعم، بضيف ليه كوبايه نشا واخلطهم مع بعض كويس، والنشا هنا بستخدمه عشان ما يخليش الكوردون يغمق وهو بيتحمر. معايا 5 بيضات بضيف لهم حوالي ربع كوبايه لبن، بضيف ليهم الفلفل الاسود واضربهم كويس بالمضرب. بكتفي ب5 بيضات في الاول، ولو عوزت تاني بزود. حشوة الكوردون النهاردة هتكون عبارة عن شرايح رومي وشرايح شيدر وجبنة موتزاريلا. اول حاجة بفرد قطعة الفراخ، وباخد بالي ان قطعة الفراخ فيها ناحيتين، ناحية عادية وناحية ناعمة، فانا بخلي الحشو على الناحية الناعمة. الناحية الناعمة دي اللي فيها جلدة رفيعة قوي. بخلي الناحية الخشنة لبره عشان تمسك فيها التتبيلة بتاعت البيض والبقسماط وما تفكش. اول حاجة بحطها على قطعة الفراخ شريحة الرومي، وطبعا لازم اخلي حجم شريحة الرومي مناسب لقطعة الفراخ، يعني ما تبقاش صغيرة قوي ولا كمان تبقى كبيرة طالعة من الشريحة وتضايقني في اللف. بعد كده بضيف شريحة الشيدر والجبنة الموتزاريلا، يعني بتكون شريحة التركي هي الرول اللي فيه حشوة الجبنة اللي هتتلف. بلفها كويس وبعد كده ابرم عليها الفراخ. كده عملت رول صغير هيمر ب3 مراحل. اول حاجه بنزله في الدقيق واتبله بالدقيق كويس قوي، وبعد كده باخده بنزله في البيض، وبعد كده اخر حاجه البقسماط بحطه في البقسماط، بس بسيبه في البقسماط حبه كبيره. طريقته سهله وسريعه، مش هياخد معاكي وقت، وهنعمل كذا واحده مع بعض. طبعا الحشوه ترجع لك، ممكن تضيفي كمان للحشوه دي بسطرمه، قطع بسطرمه صغيره برضو بتدي طعم جميل قوي. وممكن تستغني عن الرومي خالص وتحطي بداله بسطرمه بس وجبن. ممكن كمان الحشوه تكون روز بيف او لانشون فراخ حسب رغبتك. ولو حصل ان قطعه فراخ اتقطعت منك كنتي بتدقيها او لقيتيها رقيقه شويه، ممكن بتدويها بالزيادات بتاعه الفراخ اللي بتطلع من كل قطعه، ممكن بتدقيها وبتدويها بيها. اهم حاجه عايزاكي تعرفيها ان الكوردون من المفرزنات الناجحه جدا، اللي هي مهما تقعد في التلاجة مش هيحصل لها اي حاجه. بتطلعيه بسرعه كده، لو كان عندك ضيف او حد جايلك بسرعه ممكن تقدميه مع مكرونه وايت صوص، بتبقى حلوه قوي، وممكن مع عيش، وممكن مع رز بسمتي، ممكن مع اي صنف عندك يكون موجود عندك من الاول. من الاصناف المهمه والجميله على سفرتك في رمضان. طبعا هو صنف مكلف عشان مكوناته كلها غالية، بس لو قارنتيه بسعر المطعم هيطلع ان انتي وفرتي اكتر من نص الثمن، وعملتيه بطريقة جميلة، عملتيه بايدك بمكونات كلها فريش، حاجات انتي شارياها وضمناها، ووفرتي كتير. وزي ما انتي شايفة طريقته سهلة وبسيطة، مفهوش اي حاجة، بتعمل بسرعة. وزي ما قلتلك كمية 2 كيلو دي ممكن تطلع لك كمية كويسة لو متقطعة قطع صغيرة، ممكن يوصلوا ل20 قطعة او اكتر. وممكن لو انت عايزة الرولات كبيرة بتخليها ممكن 6 قطع للكيلو الواحد. طبعا دي حاجة ترجع لك انت، بتتحكمي في القطعة حسب الافراد اللي عندك. حاولي كل مرة تقدميه بطريقة مختلفة بحشوة مختلفة، هيعجبك جدا بجميع حشواته. صنف جديد اتعلمناه من اكلات المطاعم اللي ولادنا بتحب اكلاتها، وكل ما تلاقي صنف ولادك بيحبوه وبيتقدم في المطاعم بطريقة غالية حاولي تجربيه وتعمليه، هتوفري كتير. كده خلصنا الكمية كلها، هنشيل حبة في الفريزر وهنعمل كام واحدة مع بعض. يفضل لو هو لسه متجهز بتسيبيه في الفريزر حبة، يعني بتسيبيه حوالي نص ساعة، وبعد كده نبتدي نقليه. زيت غزير على نار عالية، وبعد كده بنهدي النار على الوسط، ونبتدي ننزل بقطع الكوردون، ونبتدي نقلب لغايه لما تاخدي اللون اللي انت عايزاه. بس اهم حاجه تتاكدي من السوا، ان هو استوى، ما تطلعوش فاتح قوي ولا تحمريه قوي. طبعا القطعه بتاعتنا غنيه جدا بالجبنه، بتلاقيها بتطلع معاكي وانت بتحمر بس ما بتضايقش في حاجه، يعني ده دليل على انه مليان جبنه.
الوصفة جميلة، جربيها. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير على الفيسبوك. لو موجودين على اليوتيوب فعلوا الجرس وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، ودايما معايا ومنوريني في سفرة